طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهلة بأبرز العناوين. إصابة مواطنين 2 بكورونا اليوم. نمو أشجار العمل الصيفي الطلابي في الإقليم الجنوبي. إقليم شمال البحر الأحمر يحتفل ب8 من مارس. مسلحون يقتلون العشرات من عناصر ميليشيا مساعدة للجيش في نيجيريا. فنزويلا تفرج عن أمريكيين في خطوة قد تدل على بدء عودة العلاقات بين البلدين. بريطانيا تخسر دعوى قضائية بالاتحاد الأوروبي بسبب الصين. إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط والجنوبي قد أثارت إصابة مواطنين 2 بمرض كورونا، وهما مصاب قادم من جندع والآخر من مدينة مندفرة. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا، 2 من الإقليم الأوسط و3 من إقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9718، شفي منهم 9613 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال 2 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 9 من مارس لعام 2022. أفاد مكتب تنسيق الحملة الطلابية الصيفية في الإقليم الجنوبي نمو أكثر من 80% من شتول الأشجار التي زرعها الطلاب في الحملة الصيفية البالغ عددها أكثر من 116 ألف شجرة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ تسفهي قدي عمل الطلاب من 19 مدرسة ثانوية في 12 مديرية ل 34 يوما لحماية التربة وحفظ المياه وقرص ورعاية شتول الأشجار وصيانة الأساس المدرسية والطرق، مشيرا إلى تنفيذ أعمال ناجحة لإصلاح مساقط المياه. وانطلقت حملة التنمية الطلابية الصيفية عام 1994 لترسيخ ثقافة العمل في الطلاب وتبادل الخبرات والتجارب ومكافحة التصحر، وتجرى للمرة 23 في الإقليم الجنوبي. أفادت إدارة مستشفى ميعين العمومي تقديم خدمات جيدة لرعاية الأمومة والطفولة والتطعيم. وأوضحت الأمهات حصولهن على خدمات متكاملة في الحمل والولادة بوجود غرف انتظار الحوامل، مناديات لإدخال المعدات الطبية الحديثة لضمان خدمات صحية عن قرب. وقال مدير المستشفى الممرض فقرة مريم هيلان المستشفى قدم خدمات الولادة ل 348 أم العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الولادة في المستشفى نتيجة أنشطة التوعية الصحية. ويوجد في مديرية ميعين مستشفى عمومي ومركز صحي وعيادة. احتفلت بساوى اليوم العالمي بالمرأة بمشاركة الطالبات الدورة 13 في مركز التدريب المهني ومتدربي المدارس الفنية والعمال المدنيين ورعاة الطلاب بتنظيم أنشطة رياضية وفنية وثقافية ومعلومات عامة. وذكر نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميين أن المرأة الإريترية رائدة الصمود والبطولات، وقال أن قضية مساواة المرأة في البلاد تحققت بالتضحيات. وأوضحت طالبة مركز التدريب المهني الشابة زينب أمير أن المشاركة الواسعة للمرأة الإريترية جعلت نضالاتها من أجل المساواة استثنائي ويعتبر مفخرة. وقدمت في ختام الحفل الجوائز للفائزات في المنافسات الفردية والجماعية المنظمة بالمناسبة. احتفل الإريتريون المقيمون في المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للمرأة تحت شعار الثبات على المبدأ لضرورة مرحلية.
وأوضحت مسؤولة فرع المرأة الإريترية في الرياض السيدة إلسا كيداني في الحفل الذي أقيم بالمناسبة أن تاريخ المرأة الإريترية تاريخ فخر واعتزاز، وتقوم المرأة الإريترية بدور مثالي لتحقيق المساواة الكاملة. وقال رئيس الجالية الإريترية في الرياض السيد عبد الرحمن إمام إن من الفخر ومشاهدة تكرار المرأة الإريترية البطولات التي أظهرتها في النضال التحرري والدفاع عن السيادة، موضحا بأن المرحلة تتطلب من المرأة الشابة التسلح بالعلم والمعرفة وخدمة شعبها ووطنها. وبيع درع معد بالمناسبة من الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الرياض بقيمة 2500 ريال سعودي. وفي الاحتفال المماثل الذي أقيم في جدة بحضور قنصل إريتريا العام في جدة السيد عبد الرحمن عثمان، ذكرت مسؤولة فرع المرأة الإريترية في جدة السيدة نورة حاج علي المضمون الكبير لشعار هذه السنة، مؤكدة جاهزية عضوات الفرع للتصدي. وتضمن الحفلين مناشط ثقافية وفنية ومعرض للصور والأدوات التراثية. احتفل إقليم شمال البحر الأحمر بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في مدينة المصوع على مستوى الإقليم منظما نشاطات متنوعة. وألقيت في المناسبة مسؤولة المرأة في الإقليم السيدة جمعة راكي كلمة المرأة، أوضحت فيها أن المرأة الإريترية حققت بتضحياتها وتفانيها في العمل بالبيان الانتصار في مسيرة المساواة الكاملة، ومما لا شك فيه تحقيقها الآن أيضا الانتصار في التحديات المرحلية. ونظم جمعية المعلمين في إقليم شمال البحر الأحمر برنامج مسابقات معلومات عامة ومناشط فنية بالمناسبة لتشجيع المعلمات، وخرجت معلمات متدربات في تقنية الكمبيوتر. ونظم احتفال مماثل في مديرية دكم حرب بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة بأنشطة رعاية الأشجار وسيمينارات وفعاليات رياضية. وقام الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية حفلا فنيا. وألقت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة سقويني قبر مريم كلمة بالمناسبة. وقال مدير مديرية دكم حرب السيد يمان أبرا أن إدارته ستتعاون مع الاتحاد في نضاله لمكافحة العادات البالية. استشهد المناضل ميكير قبل سلاسة والبرهان عضو هيئة الإدارة بوزارة الدفاع في 8 من مارس عن عمر بلغ 68 عاما. والتحق المناضل ميكيل قبل سلاسة في صفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وعمل إبان الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز التعليم. وبعد التحرير عمل في الإدارة الجماهيرية ووزارة السياحة والجبهة ووزارة الدفاع، متقلدا مختلف مناصب المسؤولية، وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. الشهيد ميكيل قبر سلاسة رب أسرة وأب ل4 أولاد. وورى جثمانه صار عصر اليوم الأربعاء 9 من مارس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل ميكيل قبر سلاسة، وتقدم حر تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه في العمل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قتل مسلحون أكثر من 60 عنصرا من أفراد ميليشيا الدفاع الذاتية التي تساند الجيش خلال اشتباكات في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الولاية منذ منتصف يناير. وقال متحدث باسم الشرطة أن المسلحين نصبوا كمينا وقتلوا ما لا يقل عن 62 من أعضاء المجموعة التي يتطوع عناصرها لأعمال حراسة الدفاع عن القرى والبلدات من العصابات المسلحة. ونقلت وكالة رويترز عن قائد المجموعة في الولاية عثمان ثاني أن مجموعته كانت تخطط لمهاجمة قطاع الطرق في منطقة سكابا. وأضاف أن المسلحين نصبوا كمينا وأخفوا دراجاتهم النارية وسط الأشجار وطوقوا قواته وأطلقوا النار من اتجاهات مختلفة وقتلوا 62 شخصا.
وعادة ما يشكل سكان محليون وحدات الدفاع لحماية القرى من هجمات قطاع الطرق، رغم أن بعض الولايات حظرت تلك الوحدات بعدما اتهمت بارتكاب تجاوزات وعمليات قتل خارج نطاق القانون. أفرجت فنزويلا عن مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين في كاراكاس، ويتعلق الأمر بكل من كوستافو كارنيز المدير التنفيذي السابق لشركة ستوغو الفرع الأمريكي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، الذي كان مسجونا مع 5 مدراء تنفيذيين سابقين آخرين منذ العام 2017، وخورخي فرنانديز الذي اعتقل العام الماضي فيما وصفه البيت الأبيض بالاتهامات الباطلة. تأتي هذه الخطوة في عقاب زيارة سرية قام بها وفد يضم كبار مسؤولي إدارة بايدن نهاية الأسبوع الماضي إلى فنزويلا، من بينهم كبار مسؤولي البيت الأبيض المعنيين بشؤون أمريكا اللاتينية وكبير مفوضي وزارة الخارجية بشأن الرهائن. كما جاء قرار الإفراج هذا بعد ساعات قليلة من إشارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أهمية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف في واشنطن بشأن ارتفاع أسعار الغاز. أصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكما ضد بريطانيا بسبب عدم فرضها ضوابط جمركية على الملابس والأحذية التي يتم استيرادها من الصين بأقل من قيمتها الحقيقية ولمكافحة الاحتيال. وذكر بيان صحفي رسمي صادر من محكمة العدل الأوروبية أن بريطانيا كان يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر وأنواع الرقابة الجمركية الموصى بها، وتبلغ خسارة الإيرادات الجمركية وضريبة القيمة الإضافية للاتحاد الأوروبي 2.7 مليار يورو بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. وترتبط القضية بالفترة التي كانت فيها بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن محكمة العدل الأوروبية رفضت هذا الرقم في حكمها، وقالت إن المبلغ لم يتم احتسابه وفقا للمعيار القانوني المطلوب بحسب ما ورد في البيان الصحفي، ولذلك يتعين توفير تقدير جديد لحجم الخسائر، وبالتالي فإن بريطانيا تواجه فرض الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة عليها. أعلنت أبل أن جيل جديد من هاتف آيفون آي سي برقاقة آي 15.1، وتتميز آيفون آي سي جديد بأنه يمتلك أقوى معالجات أبل مع شاشة بحجم 4.7 بوصات قوية ومقاومة للصدمات والخدوش، وأيضا مقاومة الماء والغبار ب3 ألوان. ويأتي الهاتف الجديد بسعر $429 وسيكون متاحا في 18 من مارس الجاري. وتقول أبل أن معالج M1 هو أقوى معالج حاسوب على الإطلاق. انتهت النشرة وتذكير بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بكورونا اليوم. نمو أشجار العمل الصيفي الطلابي في الإقليم الجنوبي. الاحتفال في إقليم شمال البحر الأحمر بيوم المرأة. مسلحون يقتلون العشرات من عناصر ميليشيا مساندة للجيش في نيجيريا. فنزويلا تفرج عن أمريكيين في خطوة قد تدل على بدء عودة العلاقات بين البلدين. بريطانيا تخسر دعوى قضائية بالاتحاد الأوروبي بسبب الصين. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.